يا رب، فالله لا يكسر أحدا قال يا رب، فكن مع الله تأتي الدنيا تحت قدمك. لم يقل يا رب أين أنت عني، لم يقل يا رب أهذا جزاتي لأني أحمل دعوتك، أهذا جزاتي لما كلفتني به، أين أنت عني، لماذا لم تنصرني، لماذا رضيت علي الذل. ما قالها صلى الله عليه وسلم، ما قالها، بل قال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني. أرجع الأمر إلى نفسه فقال أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إن لم يكن بك علي السخط فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع، لكن يا رب رحمتك أوسع، ارحمني ارحمني. لم يجعل ما وقع له عتابا لله. لا تعاتب الله، لا تعاتب الله، إياك أن تعاتب الله. لم يجعله عتابا لله. ضرب، كسرت رباعيته، قتل أصحابه، همش صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه مجنون كذاب ساحر، وضعوا له السم واتهموه في عرضه. لم يعاتب ربه قط، بل كان مكان دائما يردد أشكو إليك ضعف قوتي وقيلة حيلتي وهواني على الناس. اجعل عزة مربوطة بالله. ثق بنفسك ورمم نفسك من الداخل، وردد دائما يا رب يا رب، فالله لا يكسر أحدا قال يا رب. الله لا يخذل أحدا نظر للسماء وقال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. لا يكسر الله أحد، فلا تعاتب الله. نحن إذا ما وقع البلاء علينا ننظر للسماء ونقول لماذا فعلت هذا بنا؟ يا الله مات لنا ولد ألم تجد إلا ابني؟ يا الله أخسر مالي، يا رب لما تفعل هذا بي؟ دائما ما نعاتب رب العباد ولا ننظر لأنفسنا. العزة لم تكن قط بالمال، فذكر الله لنا قارون فأذله الله بماله فخسفنا به وبداره. والعزة لم تكن بملك، فذكر الله عز وجل عز فرعون وهذه الأنهار تجري من تحته، فأذله الله بملكه وجعلها الأنهار من فوقه. العزة لم تكن أبدا بالجاه ولا بالولد. ذكر الله الوريد فقال وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فأبدا ما كانت بالولد والمال. العزة لم تكن قط في الصحة والعافية أبدا، فإن الله عز وجل شانه ذكر نمرود وكيف أذله ببعوضة تدخل في أذنه حينما قال أنا أحيي وأميت. بعوضة تهلك جسده. لهذا لا تجعل العزة معقودة بأحد، لا بمال ولا بولد ولا بمنصب، فالأيام أعظم مدرسة، والدنيا أعظم جامعة نتخرج منها. سل كل رجل تولى منصبا ثم أحيل على التقاعد، سل كل غني دار عليه الزمان ثم أصبح فقيرا، سل كل رجل معافى في جسده أصبح الآن متهالك بالكاد أن يمشي، سل كل تعتز بأبنائها فقدت أبنائها. اسألوا هؤلاء أعظم مدرسة. الدنيا كل يوم تمنحك درسا بالمجان، والمدارس تمنحك درسا بالأقساط، والجامعات بالمال. إلا الدنيا تمنحك درسا بالمجان، تمنحك متى يرضى الناس ومتى يسقط الناس، تمنحك درسا أن الناس متى شاءوا صفقوا لك في صعودك، إبليس يصفق لك في صعودك. وكيف أن الناس تجعل اليد التي صفقت لك في صعودك تجعلها غطاء على عينها في سقوطك. لهذا اجعل العزة في الله. إن ذهبت الدنيا فأنا عزيز، وإن بقت الدنيا فأنا عزيز.
محمد عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي خرج في مكة، هو نفسه من فتح مكة. نفوس العظماء لا تتغير، نفوس العظماء لا تتغير. الدنيا تتغير حولهم، غنى فقر ذو العز، جاه منصب زوال، فقر صحة مرض، ويبقوا عظماء. فالعظمة من الداخل يا سيدي. لم تكن قط العظمة في ملابس تلبس ومال يعد ومنصب، لا، أنت عظيم من الداخل. لهذا كم من رجل هش ضعيف في قرارة نفسه، طفل في قرارة نفسه، هش مكسور، لكنه عظيم بردائه أمام الناس. لا يهمك إن رآك الناس بجناح بعوضة وأنت عند الله عزيز. لا يهمك إن رآك الناس ضعيفا، والله هو سندك وظهرك. إن من يتكئ على الله لا يضره أحد، فالله سبحانه من يجعله دائما سنده ويتكئ عليه فلا يكسر، فلا ضير. إن رآك الناس مهمشا بلا قيمة، منبوذا مطروحا مسموما، أي شيء، ويراك الله عزيز، تسقط من عين الناس وتعلو في عين الله. من أولى عندك، عين الله أم عين الناس؟ من أولى أن يرفع الناس ذكرك في مجالسهم أم يرفعك الله عز وجل شأن في الملأ الأعلى؟ من يرفعه الله لا يبالي بالدنيا، لا يبالي بالدنيا. ولو ملكت الدنيا ونسيت الله فالدنيا لن تبالي بك، فالدنيا جند من جنود الله. فرعون الذي اعتز بالدنيا أهلكته الدنيا، قارون اعتز بالدنيا أهلكته الدنيا، نمرود اعتز في الدنيا أهلكته الدنيا، أبو جهل اعتز بالدنيا أهلكته الدنيا. الدنيا جند من جنود الله، فإياك أن تصدخ جنديا عن سيده، إياك، فكن مع الله تأتي الدنيا تحت قدمك.